فأبناء الشعب بذلك الموقف يبرهنون على الروح الوطنية الأصيلة التي يتمتعون بها وما تكتنزه نفوسهم من غيرة ونخوة نحو وطنهم، وما يحملونه من مشاعر الاعتزاز لأولئك الأفذاذ من أبناء القوات المسلحة والأمن. إن كل عبارات الثناء والامتنان وكل مفردات التحايا والتقدير تظل عاجزة في التعبير عن عظمة ذلك المشهد الذي سجله ويسجله أبناء الشعب اليمني من كل المناطق. وتمثل هذه المواقف ردا واضحا وحاسما بأن المعركة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والأمن هي معركة كل أبناء الوطن، هذا الوطن الذي يحمل أبناؤه كل معاني الإيمان والوفاء. وهكذا تبقى الرجال مواقف، ويبقى الشعب اليمني عنوان النخوة والرجولة والفداء. فشكرا لكم أيها الشعب الوفي من تجسد حبكم لوطنكم بوقوفكم إلى جانب الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن. أنا الشعب صوت انفجار الدهور، جمعت مشاركها الجارية وأشعلتها شبه النافرات ورودا لمشعل أيامها. لقد آن يا رب أن تبأري ألا حظ من الأمم الطاغية، إلى الحرب لن تتباح الربوع لمستعمر دانس ضاغية. أنا الشعب صوت انفجار الدهور، جمعت مشاركها الزاهية وأشعلت أخشابها النافرات وقودا لمشعل أيامها. صح الشعب ينقض أيامه بفجر البطولات والتضحيات، صح الشعب يسهر أغلاله بنيران عزماته الماضية. أنا الشعب صوت انفجار الدهور، جمعت مشاعر